كنت عمالة بزغرط وبسقف قدام عروسة أخويا اللي كانت فرحانة قوي. وساعتها قلت لها خلاص، حضرتلك الحنة وكل حاجة، بس لازم تغيري هدومك الأول. لقيتها بتقولي حاضر، هدخل دلوقتي اخد دش، وبعد لما اغير هدومي هندهلك. ساعتها قلت لها روحي خدي راحتك، ومشيت من قدامي، راحت على الحمام. وانا في الوقت ده رديت على امي اللي كانت عمالة بتتصل، وساعتها قلت لها ايه، عمالة بتتصلي ورا بعض كده ليه بس يا ماما؟ مش تستني لما انا اتصل بيكي؟ وبعدين بصراحة بقى، عروسة اخويا دي شكلها طيبة قوي، البنت كويسة جدا، ليه عايزاني اصورها لك عريانة وكمان ابوظ الجوازة؟ لقيتها بتقولي خلاصي بقى واعملي كل اللي قلتلك عليه. عارفة لما بعتليش الفيديو، انا مش هسيبك. اخوكي ما ينفعش يتجوز البنت دي بأي طريقة، لازم يتجوز البنت بنت صاحب ابوكي، لانه مستلف منه فلوس كتيرة قوي، وهيودي ابوكي في داهية لو الجوازة ما تمتش. ساعتها قلت لها طب ودي ذنبها ايه؟ البنت بريئة جدا وطيبة. لقيتها بتقولي مالكيش دعوة، امشي بقى، امشي وخلصي واديني رنة زي ما قلتلك. وساعتها قفلت السكة في وشي، وانا بصراحة كنت خايفة، خايفة جدا ابوظ الجوازة فعلا وافضح البنت اللي ملهاش ذنب. ولقيتها في الوقت ده دخلت عليا، ولقيتها بتقولي معلش اتأخرت عليكي، اخدت الدش بسرعة اهو، انتي هتطلعي دلوقتي بس اغير هدومي وبعدين هدخلك ترسمي لي الحنة على جسمي. انا مبسوطة قوي ان انتي هتعملي كده بنفسك، اخوكي كان معترض وما كانش عايزني اروح الكوافير اعمل كده، وطالما انتي بتعرفي ترسمي الحنة يبقى انا هعمل كل اللي نفسي فيه. ساعتها قلت لها تمام. بقولك ايه، هتغيري هدومك ولا تردي على التليفون بتاعك؟ عمال بيرن بره. وفعلا وقتها ماما كانت بترن عليها، طلعت بسرعة علشان ترد على التليفون، وانا في الوقت ده طلعت قدامها، ولكني دخلت الأوضة تاني بسرعة بعد لما حسبت ان انا خرجت، علشان ماما كانت بتعطلها وبتتصل بيها. استخبيت وقتها وفضلت مستخبية، وهي لما دخلت الأوضة وما لقيتنيش بدأت تغير هدومها فعلا، واعتقدت ان انا طلعت بره. وانا وقتها طلعت التليفون عشان اصورها زي ما ماما قالت لي، وفعلا البنت بدأت تقلع هدومها. ولكن المصيبة في اللي شفته وقتها، اتصدمت ووقفت مكاني وما بقيتش عارفة اتصرف ازاي. وده لما شفت قدامي حاجة غريبة في عروسة اخويا، اللي لما قلعت لقيتها قدامي ولد. ايوه، كانت واحدة ما فيهاش اي انوثة، وكأنها راجل بالظبط. في الوقت ده ما كنتش عارفة اعمل ايه، صورت بسرعة وقفلت، ولكني كنت بترعش وبعيط، نفسي اهرب من المكان بأي طريقة. في الوقت ده كان معايا اثبات انها فعلا راجل مش بنت. ولما غيرت هدومها في الوقت ده طلعت بره عشان تدور عليا، وانا بقى كنت مرعوبة ونفسي اخرج من الأوضة، وعلشان كده فعلا جريت على بره. ولكنها اتصدمت لما شافتني خرجت من الأوضة قدامها. وهنا لقيتها قربت مني بتقولي انتي بتعملي ايه؟ وايه اللي دخلك الأوضة جوه؟ وانتي كنت في الأوضة من امتى؟ في الوقت ده ما بقتش عارفة ارد عليها، ولكني سبتها وجريت، جريت قدام امها اللي كانت مصدومة. طلعت بره، وساعتها كانت هي بتجري ورايا، وقبل ما اجري هستلم لقيتها عملت فيا مصيبة، مصيبة ما كانتش تخطر على بالي، ولا كنت اعرف ان دي نهاية الحكاية. والحكاية بدأت وانا بقول لماما ما ينفعش، ازاي بس انتي عايزاني اقعد مع عريس وانا متجوزة؟ انا متجوزة وعلى ذمة راجل، اللي انتي بتقوليه ده مش معقول. لقيتها بتقولي ابوكي غلط واتكلم مع واحد واتفق معاه ان هيجوا يشوفك على اساس ان انتي مش متجوزة. انتي لما روحتي لابوكي الشغل الراجل كان هيتجنن عليكي، واحنا خايفين يطرد ابوكي لما يعرف ان انتي متجوزة. قلت لها انا مش فاهمة حاجة، ابويا بيتكلم الناس ليه عليا؟ هو عارف ان انا على ذمة راجل؟ ما انا مش فاهمة، وايه علاقة ان انا متجوزة بان هو يطرد من شغله؟ عادي يعني، واحد عجبته واحدة وطلعت متجوزة. لقيتها بتقولي بطلي كلام بقى، انتي هتقعدي مع العريس وكمان هنقرا فاتحة، وبعدها بمدة هنقول ان انتي انتحرتي، وبكده هتكوني ميتة، وطبعا هو مش هيعرف يوصلك مرة تانية، تكون انتي وقتها سافرتي لجوزك بره ونكون خلصنا منك. ساعتها قلت لها مش معقول يا ماما، اقعد مع عريس ازاي بس؟ اللي انتي بتقوليه ده مش هينفع، انا همشي اروح على بيتي،
ومش هقعد معاكم هنا مرة تانية. انا استنى لحد لما جوزي يرجع من السفر. على قد ما انا بقعد لوحدي وخايفة، بس احسن من اللي بيحصل هنا. لقيتها بتقولي لو مشيتي من هنا ما ترجعيش مرة تانية، واعتبر ان امك وابوكي مش موجودين في الدنيا، ميتين يعني، ومالكيش حد هنا في البيت ده، وما تجيش تخطيه مرة تانية، وانا اكون متبرية منك، وهفضل ادعي عليكي لحد لما اموت، انا وابوكي اللي هتموتيه بحسرته. وساعتها لقيت ماما عمالة بتضغط عليا علشان اعمل مصيبة بجد. وساعتها كنت مضطرة علشان ما اختارهمش لان ماليش غيرهم ان انا اقعد مع العريس. وساعتها قعدت مع العريس، وبابا كان قاعد جنبي، وفي الوقت ده كنت خايفة اتكلم. ولقيته بيقولي ما شاء الله انتي زي القمر، انا فرحان قوي، وبتمنى يحصل لنا نصيب مع بعض، وبتمنى كمان ان انتي تفهميني. انا راجل سهل جدا، والتعامل معايا سهل قوي، وبكرة لما تقربي مني وتعرفيني هتعرفي ان انتي وافقتي على احسن راجل في الدنيا. ساعتها ما كنتش عارفة اقول ايه. بصيت لبابا، لقيته وقتها بيغمز لي علشان اتكلم معاه، ووقتها رديت على الشاب ده وقلت له ان شاء الله ربنا يكتب الخير، وما قلتش اكتر من كده. بابا كان خايف يسيبنا لوحدنا، ولكن ماما ندهت عليه، وعلشان كده ماشي من قدامي. وانا وقتها قلت له بقولك ايه، بصراحة كده انا بحب واحد تاني، ومجبرة ان انا اقعد معاك. انت ممكن تمشي دلوقتي وتقول ان العيب فيا قبل ما تشتري شبكة وتعمل خطوبة وتكلف نفسك يعني. لقيته بيقولي انا هجيب لك الشبكة اللي انت عايزاها. باباكي قال ان انا اجيب شبكة 150,000 جنيه، وانا شايف ان ده حتى قليل عليكي. انا ممكن ازود، ده حتى المهر هكتب لك كل اللي انت عايزاه. ساعتها قلت له مهاتبتك دي هي اللي بتطمع الناس فيك. هتكتب لي ازاي وانت ما تعرفنيش؟ انت اول مرة تقعد معايا، واول مرة شفتني في الشركة طلبتني. مش كده يا استاذ، لازم قبل ما تتقدم لواحدة او حتى تتجوزها وتدخل في الجد كده تعرف الاول مواصفاتها وتسأل عليها كويس قوي. مش جايز يكون في حد في حياتها وانا بقولك بحب واحد تاني. بتخلي عندك دم بقى. لقيته بيقولي خلاص انت حرة، انت الخسرانة. وفي الوقت ده طلع ابويا من الأوضة، ولقيته بيقوله مالك بس يا ابني، هو انت واقف كده ليه؟ هو انت ماشي ولا ايه؟ ساعتها قال له بصراحة كده بنتك طلع في حياتها واحد تاني، وانا ما اقدرش اجي عليها ولا اظلمها، ولا ان انا اكمل في الجوازة دي. عجبك كده؟ اديني ما بقتش طيب. ساعتها قلت له منك لله، وديتني في داهية الله يخرب بيتك. ساعتها لقيت بابا بيقول وبعدين ايه اللي حصل؟ عملتي له ايه يا بنت انتي؟ انا هكسر لك رقبتها. البنت دي مفيش حد في حياتها ولا حاجة، وانا مش هقبل باي عريس غيرك. وقتها قالوا خلاص كل شيء نصيب، وما تخافش ما تخافش يا عم حفظي، انت موجود في الشركة عادي وانا مش هأذيك حتى لو كنت انا مديرك. ومشي الراجل وقتها. وساعتها قلت شفت بقى يا بابا، هو مش هيأذيك في شغلك ولا اي حاجة. لقيته بيقول لي انتي تصغريني قدام الراجل يا متخلفة، انتي هيتكلم عليكي قدام الناس وهيقول ان في حياتك واحد تاني، وانتي النهاردة كنتي قاعدة معاه عشان تشوفيه. انا مش هسيبك، فضحتيني منك لله. وفضل بابا يزعق لي. ساعتها قلت له طب مش حرام ناخد منه الشبكة وننصب عليه؟ حرام برضو يا بابا، كنت عايز تموتني بالحياة، ده ينفع؟ لقيته وقتها فضل يشتم ويزعق فيا، وتقريبا كده طردني من البيت، طردني من عندهم. واضطريت ساعتها ان انا ارجع بيتي، وطبعا ما كنتش عايزة اعمل صوت على السلم علشان حماتي ما تعرفش ان اهلي طردوني. وطلعت وقتها شقتي، كنت قاعدة خايفة جدا، خايفة حتى ادخل الحمام. ولكن فجأة اتخضيت لما لقيت جوزي بيتصل بيا. وقتها رديت عليه وقلت له عاجبك كده يا علي؟ انت سايبني ليه كده لوحدي؟ انا محتاجة لك تبقى جنبي، من فضلك ما تسافرش مرة تانية، يا اما تخليك جنبي يا اما انا اسافر لك وخليني معاك على طول. لقيته بيقول لي انت فين ومالك خايفة كده ليه؟ وايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا كل مرة اكلمك هتقولي نفس الكلام؟ ما انت عارفة ظروف شغلي، عارفة كل حاجة كمان. ساعتها قلت له عارفة ايه؟ ما عرفش حاجة، انت بتكلمني كل فترة وسايبني لوحدي طول اليوم بفكر فيك، وكنت سايبني عند اهلي، اديني اتخانقت معاهم ورجعت الشقة لوحدي، وخايفة اقعد، خايفة حتى ادخل الحمام. لقيته بيقول يا بنتي انت كبرتي، مش معقول حركات العيال اللي انت بتعمليها دي، حرام عليكي بقى.
حسيت وقتها ان هو قفل السكة، وساعتها فضلت اقول له حرام عليك، ليه بتعمل فيا كده يا علي؟ الو، هو انت قفلت السكة ولا ايه؟ ولكن في الوقت ده وقبل ما افقد الامل سمعت صوت واحدة ست بتضحك بصوت عالي وبمسخرة، ولقيت بعدها السكة اتقفلت فعلا. وقتها ما كنتش فاهمة مين الست دي وجت منين ومع جوزي بتعمل ايه. وساعتها النار قادت في قلبي، كنت وقتها مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. وفضلت افكر كتير، وحاولت طبعا اتصل بجوزي اكتر من مرة، ولكنه طبعا عمل نفسه زعلان زي كل مرة ومرضيش يرد عليا. ولكن انا بقى كنت عمالة بفكر هعرف ازاي جوزي بيعمل ايه. ولكن خطرت على بالي فكرة، وفضلت وقتها اقلب في حسابات جوزي لحد لما وصلت لحساب صاحبه، اقرب واحد ليه يعني. وساعتها بدأت اكلمه على الفيس وابعت له رسائل ورا بعض علشان يرد عليا، ولقيته فعلا رد. في الوقت ده قلت له ان انا عايزه رقم تليفونه، وهو بعته لي بسرعه. وساعتها كلمته وقلت له انا عارفه يا محسن ان انا متطفله كده وما كانش ينفع ابعت لك، بس انا عايزه امنك، انا عارفه ان انت متجوز ومعاك بنتين، واللي انا هقوله لك ده لو ترضى على بناتك ارضى عليا. انا عايزه اعرف جوزي بيعمل ايه، ابوس ايديك. انا سمعت ان في واحده معاه دلوقتي، هو ده حقيقي ولا لا؟ ساعتها سكت شويه وبعدين قال لي انا ماليش دعوه، ما ينفعش تدخليني في حاجه زي كده. قلت له احلف لك واقسم لك بايه ان عمري ما هقول ان انت اللي قلت لي، انا اصلا سمعت صوت الست بودني، بس انا محتاجه اتاكد منك علشان حرام عمري يضيع وانا قاعده بستناه هنا. انت عارف انه بيجي شهر واحد بس في السنه، وانا لو استنيته هستنى سنين كتير، خصوصا ان هو مش عايزني اجيله واقعد عنده يعني وابقى معاه. لقيته وقتها ما كانش عايز يقول، ولكن اتحايلت عليه كتير لحد لما اعترف لي ان فعلا جوزي بيجيب ستات عنده الشقة وعشان كده عايش حياته مش عايز نسافر له. وعرفت وقتها ان جوزي بيخوني، ودي كانت صدمتي وقتها. وفي الوقت ده اتصلت بابويا وامي اللي جم هم اصلا زعلانين مني، وقلت كل اللي حصل. ولقيت بابا بيقول حاجة غريبة جدا، لقيته بيقول لي انا هتصرف، هعمل كل حاجة بس انتي تسمعي كلامي وما تبقيش عبيطة. وساعتها ابويا طلب مني ان انا اقول لجوزي يعمل لي توكيل علشان اجر الشقة وهو مش موجود ونستفيد بتمنها بدل يعني ما يبعت فلوس. وفعلا تاني يوم كلمت جوزي وقلت له مش عايزاك تزعل مني اللي انا قلته امبارح، خلاص انا مش هجيلك، بس انا عايزه اجر الشقة دي، انا خلاص هرجع بيت ابويا، هقعد عنده كمان، ونوفر يعني الفلوس اللي انت بتبعتها تحوشها معاك، وانا الفلوس اللي هاخدها من ايجار الشقة هعيش بيها من غير ما اكلفك ولا جنيه. وساعتها جوزي وافق جدا وخلى المحامي يعمل لي توكيل علشان اعرف اتصرف من وراه، وبعدين خلاني ارفع قضية خلع على جوزي. وساعتها فضلت قاعدة عنده، وفي الوقت ده ما بقتش خلاص متجوزة، كنت خلاص كرهت جوزي اللي كان بيستغلني ويضحك عليا. وفضلت قاعدة في الشقة كام يوم لان انا كنت عايزة اقعد لوحدي، لاني كنت خايفة اروح اعيش مع ابويا وامي لانهم طبعا بيستغلوني برضو، ده غير ان هما بيطلبوا طلبات غريبة وممكن يجوزوني قبل العدة. وفضلت وقتها قاعدة لحد لما لقيت الباب بيخبط، وساعتها لما فتحت لقيت حماتي، ولقيتها وقتها جايبة معاها علبة كده، صندوق يعني، ولقيتها بتقولي عاملة ايه يا بنتي. ساعتها دخلت وقعدت وانا قعدت سلمت عليها عادي، ومرضتش اقول لها اللي ابنها عمله ولا ان انا هعمل فيه ايه. ولقيتها بتقولي انا جايه اقعد معاكي شهر بحاله لحد لما ابني يرجع من السفر علشان ما تقعديش لوحدك وما تتضايقيش، ابني قال ان انتي متضايقه وحب يصالحك ويجيبني اقعد معاكي. ولاني عارفه ان حماتي اصلا بتكرهني استغربت جدا انها جايه تسليني. ولقيتها بتقولي انا داخله الاوضه داخله ارتاح، وفي الوقت ده فعلا دخلت وقعدت جوه. المشكله بقى انها قعدت ساعه واتنين وتلاته ويمكن اكتر من 6 ساعات، ولا اتكلمت ولا كلت ولا حتى دخلت الحمام. وقبل ما نادي عليها فكرت ان انا بص من فتحة الباب، وساعتها فعلا شفتها جوه الأوضة، ولكن اللي شفتها بتعمله واللي كان جوه الصندوق واللي عرفته وقتها كان صدمة بكل المقاييس.
صدمة خلتني أصرخ وغيرت وقتها كل الحكاية. ولحد هنا خلص الجزء الأول. استنونا في أحداث شيقة وممتعة جدا ونهاية غير متوقعة في الجزء التاني. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة.